المنتخب الدولي الجنوب افريقي وفيصلي السعودي. حكم كيقول ركنيه لفائده فريق المغرب الفاسي. المدرب امير عبدو كيساعدوا عبد الاله فابي. هذه المحاوله راسي دائما محاوله البحث الامكانيه. كنتابعوا الاعاده ديال المحاوله، الكره وصلت لادريس الجبلي، حاولوا يرجع الكره لكن كانت سهله في يد الحارس بدر الدين ابعير في المكان المناسب. لاحظوا ارتقاء كذلك ديال اللاعب والمهاجم سفيان بن جديده. اللي هناك حراسه فرديه. لاحظوا تنافس قوي خصوصا الان لقاءات الاياب في اسفل الترتيب. اتحاد طنجة اولمبيك اسفي، اتحاد رياضي توركي، واتحاد يعقوب المنصور، كذلك فرق نتابع هذه المحاوله تسديده لكن الكره مشات بعيد. حسيت اكادير ضغط متقدم من اجل استرجاع كره في مناطق فريق المغرب الفاسي. تمريره لكن التدخل وتغطيه كانت حاضره من طرف سعد ايضا القادوري المدير الرياضي بالنادي. هذه محاوله تابعوا الفرصه لبدايه فريق المغرب الفاسي، امكانيه تسديده مرات جانبا. محاوله ممتازه بواسطه ادم بريكا اللي كيسدد كره تمر جانبا امامنا. لاعب ادم بريكا هذا اللاعب ابن مدرسه الفريق مدرسه المغرب الفاسي. لاحظوا طريقه باش خدا الكره يسدد بالرجل اليسرى لفائده فريق حسنيه اكادير. كره طويله انطلاقه ديال سفيان بن جديده، خروج حارس تدخل الدفاع، الخطوره راسيه. اشرف هرماش يضع الكره في الشباك. هدف اول لفائده فريق المغرب الفاسي. كان خروج خاطئ للحارس بدر الدين ابعير في الوقت اللي كان انطلاقه ديال سفيان بن جديده تصل الكره لاشرف هرماش الذي يضع الكره في الشباك. وهدف اول لفائده فريق المغرب الفاسي اللي تنطلق الاحتفالات على مستوى المدرجات. نتابع من جديد المحاوله. لاحظوا انطلاقه ديال سفيان بن جديده، كان الخروج ديال الحارس ما كانش موفق، واشرف هرماش هو اللي وضع الكره. اشرف هرماش اللاعب عبد العالي ابراهيم اللي حاول يبعد الكره لكن الكره وصلت لاشرف هرماش اللي كيسجل الهدف الاول. سننتظر ردة فعل ديال فريق حسنية اكادير. تلعبت كره طويله في اتجاه حميد الحداد لكن خروج الحارس. البحث على بابا إيلو كره خارجه ديال اكادير. اذا كان هناك خطا افضل شيء هو اكيد تلقى اتاحه الفرصه. هذه محاوله لكن كره طويله سفيان بن جديده. اول لبسه لاسماعيل ريلا كيرجع كره طويله حميد حداد بالراس عند اللاعب بابا بيلو. هذه محاوله لفائده فريق حسنية اكادير لكن من جديد اسامه ممتاز. اسامه نور الدين محتفظ الكره. تدخل الحكم كان الخطا. الحكم كان الخطا لفائده فريق المغرب الفاسي. تدخل في الكره الاخيره يساعد تنفيذ الخطا. لعبت الكره دائريه، تدخل وابعاد الكره. قرب لمروان ورو. حسن نبي يطالب على الكره الاخيره قبل التدخل في الوقت الحكم. كان الخطا لفائده فريق المغرب الفاسي. جلبنا البحث عن امكانيه التمرير. نتابع دائما الخطوره على مستوى الجهه اليسرى عند اللاعب مروان اورو كيمرر لسليمان علوش، كيرجع كره عند انس طاهري. تمريره قصيره بلاعبي فريق المغرب الفاسي ممتازه وله سفيان بن جديده يظهر من جديد ويسجل هدف ثاني لفائده فريق فاسي. طريقه ممتازه، تمريرات قصيره، دخول داخل مستطيل العمليه، تصل الكره لسفيان بن جديده كيتمكن بطريقه فنيه ان يوضع الكره في شباك الحارس بدر الدين ابعير. اذا سفيان بن جديده هداف الدوري الاحترافي يسجل الهدف الخامس عشر بقميص فريق المغرب الفاسي. فرحه كبيره لجماهير المغرب الفاسي بهذا الهدف الثاني لسفيان بن جديده. تابعوا من جديد سليمان علوش لانس طاهري، مره اخرى علوش كيمرر عند طائري. تمريره لاحظوا سفيان بن جديده خدا الكره حصرها
نضال معها كما كنقولوا، وكيوضع الكره في الشباك بطريقه جميله وبطريقه ممتازه بلمسه. يستعد القيام بثلاث تغييرات. محاوله سفيان جديده، كان خطا على مستوى ابعاد الكره مره اخرى. الجوليادور والخطير سفيان بن جديده في المكان المناسب، هو الهداف والعارف بخبايا المرمى. سفيان بن جديده هدف ثالث لفائدة فريق المغرب الفاسي. تسديده قويه ما تمكنش الحارس بدر الدين ابعير من ابعاد الكره وابعاد الخطوره. اذا ثلاثه ديال الاهداف لا شيء. سنتابع من جديد. لاحظوا الخطا على مستوى ابعاد الكره، كان تباطؤ في الكره الاخيره من طرف المدافع معاد محسين. سفيان بن جديده يسدد بكل قوه والكره تستقر في مرمى وفي شباك الحارس بدر الدين ابعير. نتابع من جديد التمريره ديال انس طاهري يتمكن من استرجاع الكره امام معاد محسين، وفرحه كبيره لسفيان بن جديده بواسطه لاعب ارتور كيفن. محاوله هدف رابع. حمزه افصل اللي دخل منذ قليل. هدف رابع لفائدة فريق المغرب الفاسي. حمزه افصل دخل منذ قليل. تسديده قويه، كره ارضيه تعانق شباك الحارس بدر الدين ابعير. 4 اهداف لا شيء. لاحظوا الفرحه الكبيره لجماهير فريق المغرب الفاسي. ان المغرب الفاسي يتمكن من الوصول للهدف الرابع. سنتابع مرة أخرى. كرة على مستوى الجنبنا، لاعب كيفن ارتور يمرر. سفيان بن جديده وضع كرة أمام اللاعب حمزة أفصال الذي يتمكن من تسجيل هدف رابع لفائدة فريق حسنية أكادير. هناك مساحات، هناك ممرات اللي استثمرها فريق المغرب الفاسي على